ما حسيتش بنفسي ابدا غير وانا بلطشها بالقلم وشدتها وقعتها على الارض عشان امشي. خطيبتي فيها حاجه كده وطبع صراحه مش كويس، هي عنيده جدا، فكنت كل مره يحصل بيني وبينها مشكله او اي خلاف واحنا قاعدين في البيت عندهم بتعصب، فاقول عشان ما غلطش او ما يصدرش مني اي تصرف باخد بعضي واقوم امشي. انما هي بقى تروح قايمه واقفالي قدام الباب وراسها والف سيف، ما تمشيش وانت زعلان، واقعد ونتكلم ونتفاهم ونتناقش. اكتر من مره قلت لها ان اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش، واللي انت بتعمليه ده بيضايقني، انا لما اكون زعلان ومتعصب خلاص سيبيني امشي لحد ما اهدى. بس هي فعلا عناديه وما كانتش بتسمع ابدا، كل مره يحصل بينا مشكله تعمل نفس الموضوع. والمفروض ان فرحي كان اليومين دول، بس يعني انا اجلته شويه علشان ما كنتش لسه جاهز وكان لسه عندي حاجات كتيره ناقصه، فاجلناه شويه قدام لحد بقى ما كنت متفق معاها في يوم ان احنا نخرج انا وهي. قابلتها بره وخرجنا وخلصنا خروجتنا وخدتها وصلتها لحد البيت ودخلت معاها. ابوها شويه وجه، طبعا عرف ان احنا كنا بره وكنا خارجين سوا. باباها زعق وعمل مشكله كبيره جدا، انتوا ازاي تطلعوا وازاي تخرجوا من غير ما تيجي تقول لي او تستاذن مني؟ يظهر كده ان هو ناسي ان انا كاتب كتابي وان هي مراتي. ساعتها انا ما رضيتش احرجه واقول له يا عم في ايه دي مراتي، وقلت له يعني خلاص دي مره وبتاع، بس هو كان عمال يزعق لي ويقول لي ما ينفعش انت لاغي وجودي، هو انا ماليش كلمه، ازاي ما تستاذنيش، والكلام ده ضايقني وعصبني جدا، ولاني مش قادر اتكلم ومش قادر ارد خدت بعضي وقمت طبعا زعلان وان انا ماشي. لقيت خطيبتي راحت قايمه زي ما بتعمل كل مره ووقفت لي على باب الشقه، ولا مفيش خروج، ولا مفيش مروح في حته، ولا مش هتمشي. وانا اقول لها يا بنت الناس يهديكي يرضيكي سيبيني امشي عشان انا دلوقتي متعصب وزعلان عشان ما اغلطش. فهي تقول لي لا مفيش مشايات، وانا اقول لها ابعدي عن الباب وسيبيني اخرج. بدا ان هو صوتي يعلى وان هي ماسكه فيا وانا اشد في الباب وهي تشد في الباب. ما حسيتش بنفسي ابدا غير وانا بلطشها بالقلم وشدتها وقعتها على الارض عشان امشي. لقيت ابوها جاي يجري ورايا وبيقول لي ما ينفعش اللي انت عملته، وانت ازاي تعمل في بنتي كده، انت مش من حقك ابدا ان انت تمد ايدك على بنتي وتضربها في بيتي وفي وجودي كمان، امال بعد ما تتجوزوا تعمل ايه؟ قلت له لا انت لحد كده وستوب وكفايه جدا، مش عايزك تنسى ان بنتك اللي انت عمال تتكلم عليها وبنتي بنتي ومن حقك ومش من حقك دي تبقى مراتي، اخرج ما اخرجش اروح بيها اجي وامد ايدي عليها اضربها، حتى لو اديتها بالجزمه انت مالكش فيه، حتى لو اديتها بالجزمه انت مالكش فيه، بنتك ما بتسمعش كلامي. اكتر مره اقول لها وانا متعصب سيبيني امشي وهي مصممه ان انا ما امشيش. فضل طبعا يقول لي كلام جارح وقال لي انت شخص مش محترم وشخص مش بتقدر الناس. الموضوع بصراحه يا جماعه كبر جدا جدا بيني وبين خطيبتي. ابوها وعمامها عملوا قعده وكل مغلطني في الموضوع ده، انا بجد محتار ومش عارف، عشان كده باعت بس مشكلتي لحضرتك علشان فعلا تفيديني جدا وتقولي لي ايه الراي الصح، هل فعلا انا غلطان في كده ولا هم اللي غلطانين وانا معايا حق في كل اللي انا عملته. رايي في مشكله حضرتك ونصيحتي ليك، هو انت اصلا بني ادم همجي وما بتفهمش اصلا في الاصول، مش معنى ان انا كتبت كتابي فهي خلاص انا حر اعمل فيها اللي اعمله. يعني ايه تعمل فيها اللي تعمله؟ اول حاجه هي لسه في بيت ابوها، لسه في بيت اهلها، كل ده بقى بالنسبه لي انا في كفه، وان انت اصلا تمد ايدك عليها دي في كفه ثانيه. مش هي عشان في بيت ابوها لسه، حتى لو مراتك وفعليا وفي بيتك وجايب منها ولد واثنين وعشرة، ما ينفعش ان انت تمد ايدك. زعلان من ان راجل كبير كلمك وتعصب، بس هو هنا من حقه ان هو يتعصب او يثور لان انت تجاهلته، فطبيعي جدا ان هو رد فعله ان هو يتعصب عليك او يقول لك لازم كنت ترجع لي او تستاذن. ده مش غلط، الغلط صدقني اللي انت عملته في الاول وفي الاخر، ان انت تعديت حدودك، ان انت لغيت وجود راجل كبير المفروض ان احنا نكبره ونستاذنه، انه انت في الاخر كنت قليل الذوق ومديت ايدك. كل الحاجات دي انت ما خدتهاش في الاعتبار، دماغك غلط، تفكيرك غلط، وكده انت فعلا يعني مش هتعمر مع واحده ومش هتنجح في حياتك. الست عمرها ما بتنسى الاساءه، خصوصا من الراجل اللي هي وثقت فيه او حبته. هي بالنسبه لها فرصه ذهبيه اللي حصل ده عشان خاطر تسيبك وتبعد. واتمنى من كل قلبي ان الجوازه دي ما تكملش. من فضلكم بقى يا ريت كلنا كده نقول له راينا فعلا في الموقف اللي هو عمله، في دماغه وفي تفكيره وفي كل اللي حصل ده في التعليقات. ومن فضلكم ما تنسوش لو اي حد عنده اي مشكله ما تترددش ابدا انك تبعتها لنا، مشكلتك بنقولها ونعرضها في سريه تامه بدون ذكر اي اسماء او اي تلميحات. كانت معكم امينه الزهري في سريه تامه.